النهاردة هعمل الجلاش بطريقة سهلة جدا ولذيذة. طريقة بسيطة تنفع في جوع نص الليل، تنفع بأي حشوة موجودة في البيت، لو جبن لو خضار. بس أنا النهاردة عملتها بحشوة السبانخ عشان الأولاد اللي مبيحبوش ياكلوا سبانخ. هتبقى خطيرة فطيرة الجلاش على الطريقة التركية. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. وقبل ما أبدأ أتمنى تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. انا هنا لحشوة السبانخ كان عندي سبانخ في الفريزر، نزلت بيها على زيت لحد ما فكت كده، وبعدين حطيت عليها بصلاية كبيرة ورشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة السبع بهارات، وهقلب واسيبها تتشوح لحد ما البصل يدبل، واتأكد كمان ان السبانخ بتاعتي خلاص استوت. طبعا الحشوة اللي تحبوها يا جماعة تقدروا تعملوها بالفراخ باللحمة بخضار زي ما انا قلت، بأي حشوة. انا عندي هنا لفة جلاش كانت طبعا متقطعة في الفريزر، مش هينفع اعملها سليمة، فعملتها بالمقص. تقدروا تعملوها بالمقص او بالسكينة وتقطعوها شرايط كده بالمنظر ده. هتفكوا الشرايط من بعض كويس جدا، وبعدين هنحضر التشريبة اللي هنسقي بيها الجلاش بتاعنا. بيضتين، كوباية لبن، ونص كوباية زيت على سمنة او زيت بس او سمنة بس. تقدروا تقللوا المادة الدهنية لو شايفين ان نص كوباية كتير، ورشة فلفل اسود ورشة ملح، وهقلب كويس وهحط رشة بيكنج باودر علشان تطلعه منفوخ وحلو. في صينية بقى مدهونة زيت، انا عندي الصينية دي مقاس 24 او 26، تقدروا تعملوا فيها عشان على قد لفة الجلاش. وهنزل الاول بنص الكمية كده، هفرده في الصينية وهدوس عليه اضغط عليه كده بايدي، وبعدين هحط عليه جزء من التشريبة بتاعتي زي ما انتم شايفين. بعد كده هحط الحشو بتاعي. طريقة سهلة وسريعة جدا، لو عندك لفة جلاش في الفريزر تقومي تعمليها للولاد، خطيرة. وكمان خطيرة لو في عشاء او الواحد كده مش عارف يعمل ايه في الغدا. بعد ما حطيت الحشوة زودت هنا جبنة فيتا وجبنة شيدر، بتبقى خطيرة مع حشوة السبانخ بس. وبعد كده هحط بقية الجلاش بتاعي وهضغط عليه برضو علشان يعني يتبطط كده. وبعدين بقى هحط بقية تشريبة اللبن والبيض كلها، هحطها بقى في فرن سخن بتقعد مثلا لمدة نص ساعة كده، وممكن نولع عليها الشواية لو وشها محمرش. بس كده انا خلصت وصفتي، وصفة سهلة وبسيطة بجد، اتمنى تجربوها. هي لذيذة جدا، وبالذات حشوة السبانخ لو ما جربتوهاش قبل كده اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. هنا دي الفطيرة بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن، شكلها شهي جدا. بالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. اتمنى اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، واتمنى كل وصفاتي وفيديوهاتي تعجبكم، وبالهنا والشفا.